السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده ده كده شوية حاجات ديكورات وتجديدات يعني شوية في المطبخ كده. لسه طبعا في حاجات كتير نفسي اعملها، هعملها معاكم ان شاء الله. وزي ما تقولوا كده كل سنة وانتم طيبين، يعني بداية كده تنظيفات رمضان. طبعا مش رمضان لسه عليه كتير طبعا، بس اللي هو في حاجات اللي هو تاخدي كل اسبوع مثلا كده حاجه عشان ما تهبطيش نفسك، والحاجات دي مش هتعيدي عليها، مش من الحاجات اللي بتضطري انك تنظفيها على طول او كل يوم او كل اسبوع. لا، دي حاجات ممكن يعني كل كام شهر مره وبتبقى نظيفه. بصوا، اول حاجه الشباك ده، ده الشباك اللي ورا البوتاجاز. انا بصوا دايما لما باجي اغسل البوتاجاز، حتى وانتوا بتتابعوني هتشوفوا كده. بغسل بعد ما اغسل، يعني بعد ما اخلص اكل واقوم غاسله البوتاجاز، بروح بقى نافضه الشباك اللي ورا البوتاجاز. ولو في اي، وانا بمسح البوتاجاز كده بالهدمه اللي فيها ميه او بالاسبونشه بتاعه الغسيل، لو في مثلا اي نقطه زيت اي حاجه جت على الشباك، بقوم بمشي عليه بالراحه كده واقوم مسحاه بالفوطه بتاعه المطبخ يعني. فالمهم بيفضل نظيف، يعني هو ما بيتأثرش ما بيتوسخش وكده، فما بيتأثرش بالدهون، ما بي يعني ما بيبانش عليه. ولكن هو بقاله فترة كده كانت الحتة بتشتي بصراحة، وبقالي يعني فترة كده ما عملتوش. فهو قلت بقى انا لما دايما يعني كل سنة كده كل عيد او كل رمضان او كده بقوم شايلة السلك اللي عليه ده، واروح جايبه سلك جديد وادبسه. انا بروح اجيب سلك مثلا بيفضل عندي فتره، يعني ممكن اجيب مثلا سلك يعمل 3 4 شبابيك واركنه عندي كل مثلا عيد او كل حاجه، بقوم عامله او اما يتقطع او اي حاجه. طبعا السلك من التنظيف في فوطه كده بتفضلي تنفضي كده ممكن يتقطع معاكي او لاي طرقه يعني، بالذات الشباك اللي ورا البوتاجاز. المهم بقوم مغيره السلك وعندي الدباسه واروح عامله بيه. تمام يا بنات. فالمهم هنا جبت الشباك وقمت غاسله نزلته وشلت السلك اللي عليه، وانا كنت مأهمله بصراحه لان انا عارفه ان انا هغيره قبل رمضان. فالمهم بقى شلت السلك اللي عليه وغسلته، كانت الحته شاتيه اصلا عليه مبهدلاه، اللي فيه ده كله كان اصلا تراب وميه وطين، ما كانش دهون حتى لو انتوا شايفين الميه بتنزله يعني. المهم مسحته كده وركبت عليه السلك، هوريه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. المهم هنا بقى انا جيت كان عندي ليد، فكنت ناويه ان انا اركب ليد في المطبخ. بصراحة أنا كنت مأجلة الموضوع عشان أصوره معاكم. وبصراحة موضوع التصوير بيبقى بالنسبة لي صعب شوية، مش يعني الموضوع بصراحة مش متسهل معايا خالص. فهو موضوع اليوتيوب ده اللي هو واخداه يعني كهواية كده مش أكتر، لأن هو يعني كمحتوى إن هو يكمل وكده بصراحة مش عارفة، يعني موضوع التصوير بيبقى صعب. وانا بحب الحاجه تبقى مظبوطه بالملي وبتاع، والموضوع مش جاي بصراحه. فالمهم انا جبت الليد لزقت عليه اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو الاتنين في واحد. اللزق ده اللي هو اكتر لزق بيلزق للبنات اللي بتسأل عن اللزق اللي هو اتنين في واحد اللي بيلزق الليد. هو ده الراجل كان بيلزق لي الليد في بيت الجبس، في بيت النور، فهو ده اللي كان بيلزق بيه وقال لي ده افضل حاجة. الواحدة من دول تقريبا ب20 جنيه، البكرة ب20 جنيه. تمام. فالمهم انا عملت المطبخ خد معايا بكرتين. انا لفيت الليد كله من تحت، وجيت عملت الرفين زي ما انتوا شايفين، وجبت الليد حطيته على الرف وطلعته من فوق الشباك. المهم انا كنت اصلا عايزه اعمل 3 لدات، يعني كنت عايزه اعمل 3 ترفف. اسفه، ارفف مش لد. كنت عايزه اعمل 3 ترفف فوق بعض، فجوزي اعترض. جوزي بيعترض على كل حاجه، فهو قال لي حلوين رفين وكفايه، ورمالي التالت على المطبخ وكده. انا اسكت؟ لا ما اسكتش. قلت له لا، هما التلاتة يعني التلاتة، هو يقول لي 2 وانا اقول له 3. قلت له هتيجي تخرم وتعمل لي التالت ولا اروح انا اكسر واعمل؟ هو طبعا خايف على الجدار عشان احنا مدهنين الجدار جديد. خاف على الجدار وخرم 2 بس، رفين بس. بعدين شلنا الرفين تاني والفتحات برضو بانت في الجدار، وعملنا التالت. عايزه اقول لكم شقتي كلها 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 والله خرام 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 كده اهو. المهم هنا كنت بوريكم الفاصوليا دي فاصوليا حمراء. قلت اديكم فكره، يعني هي جايه لي من بره. فالمهم قلت حماتي يعني جابتها لي. اخو جوزي جايبها ربنا يصلح حاله. المهم بقى هو قالت لي جربيها، انا بحب الفاصوليا يعني. فالمهم هي حلوه، هي حلوه طعمها قريب للفاصوليا، بس ما حبيتش فيها لونها بيغمق الصلصه. حسيتها يعني احنا مش متعودين، هي حلوه بس اللي هو احنا مش متعودين عليها بصراحه، يعني طعمها مقارب كده. المهم زي ما قلت لكم صحيت الصبح وقمت بقى فطرت، شربت كوبايه النسكافيه، وقلت عملت الغدا وحطيته على البوتاجاز، وقلت له تعالى اعمل لي الرفوف الثانيه ده. المهم جه بقى عمل لي ال3 ترفف، عملناهم بالميزان وكده، انا عندي ميزان بعمل بيه. المهم انا مش عارفه بصراحه، يعني هو الميزان ظابطهم، بس انا دايما عيني بتشوف الحاجه مايله، ما اعرفش العيب فيا ولا العيب في الحاجه. هو الميزان طالعين مظبوطين بالملي يعني، وجوزي شايفهم مظبوطين وكل الناس شايفاهم مظبوطين، بس انا شايفه ان هم مايلين. وكل حاجه عندي انا شايفاها مايله، يعني كل حاجه شايفاها، ما اعرفش ده عيب فيا ولا ايه بصراحه مش عارفه. المهم بقى طلعت بقى قلت جبت الليد زي ما قلت لكم، حسيت الموضوع عكه، يعني الليد طالع كده
ونور نازل. وبصراحه سالت شات جي بي تي صديق الصدوق، شات جي بي تي، فقال لي لا، اللي داري بقى الليد وداري الحاجات اللي طالعه والكلام زي ده. فقمت انا بقى ايه، جبت الليد، لان ما فيش فيشه اصلا احط فيها تحت في المكان ده. كنت يومها قلت لجوزي يعمل لي فيشه في المكان ده، اعترض برضو. هو ما بيعملش حاجه غير انه بيعترض في حياتي، بكل حياته اعتراض يعني. المهم جبت بقى الليد، طلعته من فوق، فوق المطبخ كده. ما لقيناش فيشه برضه، اسكت لا ما اسكتش، قمت شاده الليد بقى للاخر خالص، قلت يعمل ضي فوق المطبخ كده، فالضي يطلع على السقف. انا كنت عايزه اعمل برضه في السقف جبس معلق زي بقيه الشقه. جوزي برضه اعترض فقال لي ان هو هيلم دهون وكلام زي ده. فقال لي بعدين نبقى نعمله احنا ايه، اللي هو في حاجه زي الجبس كده اللي هو بيت النور يعني، بس بتبقى بلاستيك، مش عارفه والله اسمها ايه. فهل عملناه؟ لا ما عملناهوش، مش هيتعمل يعني، الحاجه اللي ما اتعملتش في وقتها مش هتتعمل. المهم طلعت بقى وانا بعمل الليد فوق المطبخ، لقيت فوق المطبخ كله تراب. ولقيت الفريزر برضو والتلاجة ما مسحتهمش بقالي فترة فوقهم. قلت بقى ايه، فرصة يلا كده نبدأ ونمسح الحاجات دي كلها، عشان كل يوم بقى ننظف على كل حتة نظيفة كده، وننظف كده على المشي، والحتة تفضل نظيفة لغاية العيد، ولا احنا نحتاج بقى نغسل مروحة، ولا نغسل بقى فوق تلاجة ولا فوق مطبخ ولا اي حاجة. هو بس احنا نمشي، نلمع بس كده على المشي وخلاص. المهم طلعت فوق المطبخ، لقيت الحته تراب، قمت مسحاه كله فوق المطبخ. وجبت بقى بخاخه فيها خل وميه وكربونات، اللي هي كربونات الصودا تقريبا، وبقيت ارش بقى وامسح، لمعت المطبخ كله. المطبخ بتاعي هو جوه، والبوتاجاز يعني مطبخي جزئين، جزء فيه البوتاجاز والحوض، والوحده بتاعته الحوض واللي هو تحت الحوض وفوق، المهم والجزء لما اللي انا جوه فيه دهنت التلاجة الجدار وقمت والفريزر حطاها والمطبخ. فضلت عينها المطبخ فتره، بتاعي يعني كان لما حرف دهنت بقى ال، الجدار والتلاجة وقمت والفريزر حطاها فجاه والبوتاجاز شافها في بيقول لي جنب. ده ايه؟ قمت انا شلت شكلها حلو قوي البتاعه الغسالة، دي. الغسالة قصدي والفريزر والتلاجة، شلت الغسالة وديتها الشقة التانية في جزء كده زي مطبخ صغير، حطيتها فيه وعملتها ايه، ركن للغسيل وللعب والحاجات بتاعت العيال. والجزء ده وحطيت بقى التلاجة والفريزر في جنب التاني، عشان الحيطة اللي هم كانوا عليها في الاساس بتبقى الدنيا حر، فبتبوظ لي التلاجة وكده، فركنتهم في الجزء التاني. هو بص، هو انا عملت كده يعني، جبت جزء من هنا وجزء من هنا. وشايفين الجزء اللي هو تحت التلات طرف دول، ده انا هحط فيه 2 كرسي وترابيزه. هو لغايه دلوقتي برضو معترض، فاحنا هنشوف يعني، هنمشي وراه لغايه ما نشوف اخر الاعتراض، هل هيجوا ولا مش هيجوا. هو بيعترض على كل حاجه يعني. المهم فقلت هجيب هنا كرسيين وترابيزه. قال لي هيبقى الموضوع زحمه وهتضايق المطبخ ليه وملوش لازمه. جبت له كرسي نفس الكرسي اللي انا عايزه اجيبه، وجربته له يعني عشان يعرف ان هو مش هيبقى بعيد. المهم بقى انا مسحت فوق المطبخ زي ما قلت لكم وكده، ومسحت فوق البوتاجاز، فوق التلاجة وفوق الفريزر، ولمعت المطبخ كده من فوق وبتاع. ولقيت برضو المروحة، قلت يلا بالمر يعني، مسحتها بس افتكرتها بعد ما انا مسحت اصلا الحتة يعني انا افتكرت المروحة بعد ما كنت خلاص نضفت وخلصت، وقمت ايه بقى طالعة مسحها. بس هي عشان كنت مسحها من قريب، هي كانت مش نضيفة لان هي في المطبخ طبعا، بس مش قوي يعني. فبقيت امسحها، ما كبتش مية فيها ولا حاجة. بقيت يعني اغسل البتاع، الهدمة بتاعة المطبخ، الفوطة دي، وارجع ايه امشي عليها تاني. وعلى فكرة الميه الكتير قوي في المروحه مع الوقت بتخليها تصدي، بالذات مروحه السقف. انا اصلا ما كنتش عايزه مروحه سقف والله، انا كنت حاطه مروحه حائط وكنت مبسوطه وكانت عجباني وزي الفل. والمطبخ ده بتاعي يعني، هو المطبخ ده بتاعي انا اللي ببقى فيه 24 ساعه. اعترض على المروحه بتاعه الحائط وقام شايلها وجاب لي مروحه سقف. يا عم انا مش عايزه مروحه سقف، انا عجباني مروحه الحائط. لا هي مروحه سقف احسن، وعايزه يحط لي مروحه سقف في الشقه كلها. طب احنا عاملين جبس وعاملين ديكورات وبتاع عشان احط مروحه سقف؟ ما انا ما بحبهاش، انا ما بحبش المروحه، احنا ما بنشغلهاش اصلا يعني. لو شغلنا المروحه بنوديها الجزء اللي بعيد عننا عشان احنا ما بنحبهاش. المهم جاب لي مروحه السقف. انا كان نفسي بصراحه احط اللي هو ايه، عارفين اللي هو الدلايات اللي بيبقوا 3 في بعض طوال دول، اللي هم بيبقوا عاملين زي الخيش كده دول، يعني اللي هم ايه، زي اللي هو لونهم مش عارفه يعني. المهم كنت عايزه اجيبهم يعني. المهم فهنا مسحت الفليزر، ما كنتش عارفه ان انا اصور وانا بمسحه، مسحته وبعدين بقى ايه صورت. وهنا كنت غسلت المروحه فبوريها لكم. ومسحت بقى الجدار، ومسحت الرخامه، لمعتها كلها بقى. الجزء اللي جوه ده انا يعني ايه مش بلمعه على طول، اهم حاجه عندي الجزء اللي جنب البوتاجاز والجزء اللي هو الوحده بتاعه الحوض. دول اهم حاجه، بيبقوا طبعا فيهم الدعك كله. لكن الجزء اللي جوه ده يعني كل فتره 3 4 ايام ولا حاجه بقوم ايه مسحها، عشان طبعا التراب بيدخلي من الشبابيك والشقه عندي بتتبهدل يعني. التراب عندي اكتر حاجه في الشقه كلها تراب. المهم هنا بقى ايه، خلصته كده وقمت بقى ايه شايله الحافظه دي. انا كنت فرشها
يعني قلت ابهدلها كده عشان لما اجي افرش معاكم بقى المطبخ واحط الحافظه الجديده تبقى ايه شكلها حلو بتاع كده، يعني يبقى شايفين، انتوا شايفين تغيير يعني. فتقولوا لي كلمه حلوه، تكتبوا لي كومنت حلو، او تشتركوا في قناتي اي حاجه يعني كده. فانا بفرش لكم الحاجه الجديده، والله مش بفرشها لنفسي عشان تشتركوا، ما فيش حد بيشترك يعني، وما حدش بيكتب، حتى لو في ناس بتشترك بس ما حدش بيكتب لي كومنت. يعني انا بلاقي في ناس بتشترك بصراحه يعني ممكن انزل فيديو واحد يشترك لي ما شاء الله كام واحد. طب قولوا لي اي كومنت، اشتركتوا عندي فاكيد في حاجه عجباكم او حاجه مش عجباكم، قولوا اعترضوا يا جماعه، اكتبوا اي حاجه يعني، لان شكلي بقى وحش جدا والله قدام جوزي. المهم بقى يا جماعه، جبت بقى انا طبعا يعني كنت المفروض اكنس من بالليل اصلا، ويعني انا اصلا نايمه وانا اعصابي تعبانه بسبب ان انا ما كنستش من بالليل ونضفت الحته، بس عشان خاطركم سبتها لتاني يوم، وسبت التراب لغايه ما خلصت طبيخ وغسلت المواعين، قلت اكنس معاكم بقى واشجعكم كده عشان القناه تعجبكم وتشتركوا او تعملوا اي حاجه كده او تقولوا اي حاجه. المهم فكنست بقى الحته و... ومسحتها وكده. انا كنت جايبه الجردل اللي هو الموب بتاع الخلود، اللي انا كنت عملت لكم عنه فيديو ان انا وجايباه وكده يعني، وقلت ايه هجربه بقى عشانكم انتوا يعني تشوفوه. فالمهم بقى انا هنا عندي حنفيه في المطبخ كان فيها الغساله، فانا استغلتها، ما رضيتش اقفلها يعني. لما انا شلت الغساله استغلتها ان انا ايه، اما بحب ان انا يعني احط ميه في المطبخ، فبجيب الخرطوم واقوم ايه رشه بيه. انا جايبه الخرطوم ده شارياه، شكله مش احسن حاجه طبعا يعني، الناس هيقول لك حط خرطوم وبتاع، ولكن مفيش يعني، احنا بيت يعني وفي عيال وبتاع، فلازم ننضف، لازم يبقى عندنا حاجات زي دي خارجه عن المنظر العام يعني، بس هو عادي خرطومه بينفعني فمش هشيله اكيد يعني. فالمهم بقى ايه كنست الحته. بصوا اكتر حاجه بحبها في مسح البلاط اللي هو الاريا، اللي هو الاوكسي البودر ده اللي هو بتاع الغسيل، ده اكتر حاجه بحبها بصراحه، واكتر حاجه بحبها ان انا اشد بقى بالمساح. بس لو انا همسح بالشرشوبه او همسح بالموب مش بحط بصراحه يعني، ممكن احط اللي هو بريكس بيبقى حلو، او مثلا اللي هو برسيل جل، عشان الحاجات دي ما بتجيرش. انما الاريال او اللي هو الاوكسي ده بيجير، فمحتاج مساحه ومحتاج ميه وتشد بقى على الحمام. فهنا انا عشان هشد على الحمام فانا عملت العمله دي. طبعا ان انا اكب ميه والحاجات زي دي مش دايما، انا مش دايما بعمل العمله دي، نادرا يعني، ممكن كل سنه مرتين كده، في دخلة عيد، في دخلة رمضان كده، اللي هو احسس نفسي بالعيد واحسس نفسي بقى بالرغاوي والكلام ده. ولكن اصلا الموضوع ده غلط طبعا. بس انا بكب ميه في نص يعني في نص المطبخ كده، بحيث الميه ما تجيش على المطبخ، فاهميني يعني، ما تجيش على الخشبيه من تحت فتبوش المطبخ، او اللي هو تعفن الخشب او كلام زي ده. المهم بقى هنا شديت الميه خالص، وبعد ما خلصت قلت ايه اجربه بقى على نظافه. انا بصوا لما انا جبته انا كان في اعتقادي ان هو عباره من جوه عن فتحتين. قلت واحده هتبقى للميه اللي هو للشطف، وواحده للميه النظيفه، اللي هو يعني في دماغي ان انا هحط العصايه في واحده اشطف واعصر، وبعدين احطها في الميه النظيفه، فاهميني يعني، واحده ميه نظيفه وواحده ميه عصر وشطف في دماغي كده. فالمهم انا خدت الموب وتمام وظبطته وكده، ورحت اللي هو عبيت ميه من ناحيتين بقى واريال وبتاع، قلت هجرب يعني، دي تجربه اصلا. فعبيت ميه من ناحيتين، ببص لقيت ان انا بدخل الموب من ناحيه بيطلع لي ميه، ادخله من الناحيه التانية يعصر وهو داخل، وهو طالع بيشد لي الميه. طب وبعدين يا جماعه، طب في مش المفروض هما بيقولوا في فتحتين، ناحيه شطف وناحيه عصر، شطف وعصر او ناحيه غسيل. المهم يعني اللي انا فهمته من الريفيوهات اللي انا بشوفها للبنات اللي هما بيعملوا اعلان للموف ده، ان هو الاتنين بيتحط فيهم ميه، ده اللي انا فهمته يعني. المهم بقى فلقيت لا، مش كده خالص. الموف ده يا بنات عباره عن فتحتين، واحده بيتحط فيها ميه وواحده بتتصب فاضيه خالص. فانتي بتاخدي ميه ماشي تمسحي، وبعدين تروحي تاخدي ميه تشطفي تاني وتروحي تعصري في الناحيه التانية. المصيبه بقى في ايه، ان الميه بتاعت العصر نفسها بتنزل على الميه النظيفه، يعني انتوا فاهمين يعني، مثلا لو هي العصر بينزل في الفتحه اللي لوحدها، فخد هو صفى مثلا، خد الميه المش نظيفه، فانا هروح الناحيه التانية اخد ميه نظيفه، فاهميني، اشطف يعني، اللي هو اشطف وايه واعصر. لا هو مش كده خالص، هو انتي بتاخدي ميه وبعدين بتمسحي وتروحي تعصري، فبيعصر في اللي هو في الناحية التانية، بيعصر بينزل يعني بصوا مش عارفة انا والله، انا موضحاه دلوقتي هتشوفوه. هو بصوا انا بعصر اهو، فالمية هو بيعصر وهو داخل يعني، وهي داخلة بتعصر والمية بتنزل الناحية التانية،
في نفس هو يعني هو مكان واحد بس اللي فيه ميه بيتعصر فيه وبتعمل فيه كل حاجه. الناحيه الفاضيه دي بقى مفيش فيها اي حاجه غير، وانتي رايحه تعصري بيبقى فيه ميه طبعا بتنقط في الجزء ده، فبتبقى فيها ميه من تحت. شوفوا بصوا شايفين قصدي، يعني هي كده بتنزل ميه على، يعني هي الميه العصر بتروح للميه، يعني الجزء ده اللي بينزل فيه اصلا ما فيش فيه اي ميه. ولو نزل فيه شويه ميه وانت بتعصري وبتسحبي الموب بالميه بتطلع فيه، لان هو ما بيعصرش وهو طالع، هو بيعصر وهو نازل بس. ده طبعا عيب كبير جدا وغلطه كبيره جدا مش حلوه. لان هي لو انت يعني محتاج يعني هي تدققي شويه كده بحيث ان مفيش ميه تصفي منك. لو يعني لو المساحه فيها ميه ونقطت في المكان اللي انت بتعصري فيه وعصرتي وانت بتنزليه وانت بتطلعيه هتلاقي فيه ميه برضو لسه، لان هو ما بيعصرش وهو طالع، لان هو سحب ميه من اللي كانت بواقي من تحت. المهم بقى ايه، فهو حلو الموب ده حلو. ولكن انا شفت فيه موب تاني اسمه فلورا او فلاور، ده تركي. انا كنت شفته في مكان بصراحه اللي معجبنيش فيه انه ايه مش ملموم يعني. هو عملي جدا حسيته بصراحه، حسيته حلو وما شفتلوش ريفيوهات، فقلت ايه خلينا في اللي احنا عارفينه يعني. بس هو اللي عجبني فيه ان هو كان 3 فتحات، فتحه شطف وفتحه يعني فتحه عصر وفتحه شطف. يعني هما 3 فتحات، واحده انت بتعصري فيها وبتاعه العصر كانت وانت طالعه وانت نازله، يعني كانت ماسكه مش زي دي بتروح وتيجي، لا كنت يعني انت تنزلي تعصري تطلعي تعصري، وناحيه بتحطي فيها الميه النظيفه ميه، وناحيه بتشطفي فيها، يعني ناحيه بتشطفي فيها وناحيه بتاخدي ميه وناحيه بتعصري فيها. المهم ده كان رايي في الموب، بس انا برضو هجربه تاني وهعمل لكم عنه برضو ايه ريفيو يعني برضو يعني ايه اكتر من كده شويه يعني. المهم بقى اللي فلا ما عجبنيش فيه ان انا وانا بمسح الاريال مش راضي يروح، لاني ما فيش مكان، يعني انا حاطه ميه باريال فانا عايزه مكان اشطف فيه، عايزه مكان انا اشطف فيه اللي هو المكان ده اللي هو المساحه دي. فبصراحه ما لقيتش، كنت باخد الاريال. المهم لو انتوا عايزين رايي هو حلو تقدروا تجيبوه، بس اللي هو ايه سعره لو انتوا في حاجه بديل له ارخص تمام. لو انت عادي بالنسبه لك الفلوس مش عادي مش ضروري، بس المهم انك تجيبي حاجه انت حباها وكده، هو لا حلو، هو حلو ان هو حلو ان هو مش هيتعب ايديكي هيمسح معاكي وكده، بس محتاجه ان انت تركزي في الحته دي. هي الفكره ان ده حاجه غاليه عن العادي، يعني في هو زمايله ب 500 وب 600 وب 700، ففيهم بعض الغلطات. فلما يكون انا جايبه حاجه المفروض ب1000 وي، يعني المفروض ما يبقاش فيها غلطات، على الاقل تبقى 99% مثلا يعني، فلقيت في غلطه زي دي. فانت لما بتدفعي مبلغ في حاجه زي دي فالغلطه دي بتزعلك. طبعا الناس اللي بتقعد تشكر في الحاجه واو قوي دي بيبقوا واخدين فلوس، بيبقى ده اعلان ما يقدرش هو يقول عنه حاجه غير انه يقول عنه حلو. المهم ده كان رايي في المبغ ده بقى شكل المطبخ بعد ما انا ظبطته. قولوا لي بقى رايكم فيه. البيانو ده كان فوق الفريزر فانا نزلته، قولوا لي شكله هنا حلو برضو ولا لا. انا كده لسه كده انا خلصت يعتبر الليد والمطبخ والسجاده، لسه الستاره هركبها انا ما كنتش ركبتها، ولسه في شويه ديكورات برضو هجيبها احطها على الرخامه. وهنا الدوناتس انا حطيتهم فوق، انا كنت جايباهم اصلا لبره بس حطيتهم، قولوا لي شكلهم حلو ولا لا. وقولوا لي الحاجات اللي فوق المطبخ دي شكلها حلو ولا لا. هو ده كان شات جي بي تي اللي عمل لي المنظر ده فانا عملت زيه. وقولوا لي برضو الرفوف انا حسيتها عاليه فقلت لجوزي ينزلها، فهو مش اعترض بقى، ده هو ادى امر قاطع ان الرفوف دي مش هتتغير من مكانها، انا كنت عايزه انزلها 5 سنتي كمان. المهم قولوا لي شفتوا بقى الليد لما انا حطيته من فوق ادى شكل حلو جدا، وشكله بصراحه انا مبسوطه، يعني انا اتبسطت بالشكل واتبسطت بالمطبخ وشكله عجبني بصراحه والحمد لله رضيت بيه يعني. بس لسه شويه ديكورات في المطبخ. انا كنت حابه بصراحه ان انا لسه هعلق الستاره، مرضاش اعلقها لي، مرضاش اخرم في الجدار، بس انا سبتها له متعلقه كده. هجيب بس ستاره جديده بقى واخليه يعلق لي غصب عنه يعني. المهم هو بعد ما عمل كل الحاجات دي والله اتبسط. شايفين كلمه كيتشن واللي هو الكوفي والحاجات دي والله كان معترض عليها، والله كنت جايبها ب 80 جنيه ومعترض عليها، بس لما شافها قال لي البتاعه دي حلوه انت جايباها منين؟ قلت له دي اللي انت اعترضت عليها. فالمهم كده انا خلصت فوق التلاجة وفوق الفريزر وفوق المطبخ وكل حاجة تمام، وكده جبت السجادة اللي ماشية مع المطبخ وكده كل حاجة تمام. إيه وكده لسه هجيب بقى الترابيزة والكرسيين. وكان نفسي ألزق الرخام أبيض وأحط بديل الرخام اللي هو اللي بيبقى شكل الرخام ده اللوح اللي بيجي بين المطبخ. اعترض، بس إن شاء الله بإذن الله هحاول أقنعه وأزن عليه ونعمله. بس قولوا لي رأيكم بقى بأمانة. أنا حاطة برضو ليد بره في اللي هو الوحدة بتاعت اللي هي اللي فوق الحوض، بس مش لاقية الفيشة بتاعتها. هجيب الفيشة بتاعتها وانورها واوريها لكم. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى لو شفتوا قناتي او شفتوا الفيديو بتاعي تسيبوا لي لايك